انا هم هاي الفترة دا ادور على شغلة تجيبيه وهم استرزق منه. ابو حمودي قعدة البيت ما تنراد للزلمة، الله لا ينطيهم سدة وصيدليتي هم كانت خوش باب رزق لي. فتح لك اسواق اذا هاي. اسواق ايه عندي نسوان وجهالة عشيرة كاملة بيوم واحد يفرغون الاسواق ويقعدوني على الحديدة. والله الله يعينك، شلون تلاحق على مصاريفهم براتب تقاعد واحد؟ الله شاهد الراتب ما يكفينا اسبوع واحد. قول همزين عندنا قيعان وزرع بالسلف ونوبات تجينا وارداتها بين فترة وفترة، والمصاريف هم خليها على صفحة. تتر بيتنا مو كبير وما يوسع 3 عوائل، فصاير عندنا ازدحام كتل عبالك سوق هرج. مرات بنص هذا الازدحام اتذكرك واقول ابو حمود ايش قد مرتاح وباله صافي. ايش عجب ما نفكر بصيغة حل لهالموضوع. اكو حل واحد بس، هو لازم اتزوج الرابعة واعزلان وياها ببيت وحدنا، بس المشكلة فلوس ماكو. والله بزيدان مبين الحر مأثر عليك وضارب براسك. هسه قبل لا اجيك كانوا قالبين البيت قلب ومسوين حفلة نجاح. ما شاء الله، يعني جهالك كلهم ناجحين. لا يا معود، انت تدري عندي 9 بالابتدائية، 3 بالرابع، 3 بالثالث و3 بالثاني. واحد من ذول بالثاني بس ناجح دورة اولى ومسوين له حفلة صدق. وانت جهالك ايش سووا؟ فطومة ناجحة الأولى، بس حمود أفندي مصخمها، مكمل ب3 دروس، 2 منهم ضبطها نعود وخذ بس الرياضة. ليش حمود بالرياضة مكمل؟ إي مزهر الحساسي يدرسهم، قال حمود إذا ما دق 30 شنو بالدور الثاني ما نجحه. إي أبسط من هاي ماكو. شلون؟ داخل دورة تقوية بالرياضة. وينك وهيجي؟ إي وداعتك عندك قاسم دفع يدخل هيجي دورات، بس شوية شروطه غريبة. يعني مثل ايش شروطه؟ خامرة وتفاهم وياه هسه هو يقول لك. شلونك ابو حمودي؟ هلا بقاسم، انت شلونك؟ خير، خابرتني على مود حمودي. ايه حمودي مكمل بالرياضه، وبزيدان قال لي قاسم يدخله دوره ويرجع له لياقته حتى يجتاز امتحان الدور الثاني. ايه ما يخالف، اذا تريد اليوم ابدو وياه، بس بالاول لازم توافق على هاي الشروط، هاك اقراها. اولا دفع الاتعاب مقدما. شنو السالفه قاسم؟ قابل راح اطير؟ لا ابو حمودي ما تطير والفلوس ما تعز عليك، بس تدري بعد بزنس. ثانيا افراغ البيت للمتدرب، يعني شنو وين نروح احنا؟ تصعدون تعيشون بالطابق الثاني، وليش يعني؟ اقرا الفقره الثالثه وراح تعرف. ثالثا اذا تبين عدم التزام المتدرب بالنظام الغذائي الصحي فسيتم وضع كاميرات مراقبه واجهزه تنصت في البيت. شلون حكي هذا قاسم؟ بعد ليش قلت لكم فرغوا له الطابق الاول وحده؟ هم مراقبه وهم يتعلم ويعتمد على نفسه. رابعا المدرب لا يتحمل مسؤولية أي مضاعفات تحدث للمتدرب جراء التمرين الشديد والنظام الغذائي القاسي. انتهى. والله يا قاسم لو جايبين مدرب اللياقة مال ريال مدريد هم ما كان يخلي هاي الشروط. ابو حمودي هو هذا الموجود، ما تريد ابنك ينجح. هاي شو نسوي؟ امرنا لله. اذا راضي بالشروط وقع العقائد وصح حمودي راح اخذ ساعة التدريب. يلا انزل ولك ابثرب. ابثرب شنو؟ انا اسمي حمودي. ايوان ما عندي شغل وعمل اقعد اتذكر اسمك. يلا انزل ولا تدوخني. يلا ابثرب شو الكذا وتعال عليه. ولك ايش كم باكي تدخن باليوم؟ شو ادخن؟ جقار غير؟ ما ادخن، بس مرات اورث الجدي. ايش كم جقاره؟ ما ادري 20 30. ابثرب هسه شو تقلش كم شنو خلي شو مستواك. هذا من علمك هالشكل؟ ابويا. ما قالك لازم تنزل كل جسمك على القاع؟ بلي قال لي، بس اثنيناتنا كروشتنا كانت طخ بالقاع وبالاخير قررنا نسوي هالشكل. شو تعال خلي نقيس وزنك ابثرب. يصعد على الميزان. يبون هجم بيتك 46 كيلو، قلنا الطحين الا شويه، شو ماكلك انت جد؟ 46 كيلو زين، ابويا 115 كيلو وزنه. ولك انت عمرك 10 سنوات وطولك بقد قنينة الغاز، تقارن نفسك بابوك؟ اقول لك ايش قد باقي الامتحانات الدور الثاني؟ 3 شهور مال 4. زين بعدك وقت بيدنا، هسه راح نعطيك كورس دايت تستمر عليه شهر كامل، لازم هذا الشهر تنزل فد 5 كيلوات على الاقل. دايت شنو؟ نظام غذائي، يعني شنو راح تاكل بالوجبات؟ هي خوش، لا تكثرني تشرب لحم ودولمه بالدايت رحم الوالدين. اكثر لك زقنبوت والله، هو من تجي للتمرين البس ملابس رياضيه مو تجيني بدني، زين؟
هي احكي لي ايش قال لك قاسم دفه؟ قال لي روح نزل وزنك وتعال لي بعد شهر. يوم ما قال لك شلون تنزله؟ ما انطاك نظام غذائي شيء؟ لا قال لي روح ابوك خليه يساعدك. شو هاي السالفه ما تخش بعقلي. على كل خلينا ندور بالانترنت، اكيد هسه جوجل ينطينا الحل. اها حلو. يقول لك اكو شاي صيني ينزل الوزن، واكو بعد قهوه، ويقول لك اكو اي شيء يعجبك وبس اشرب ذني وراح تخسر وزن. والله خوش سالفه هاي، بعد الواحد ليش يتعب روحه؟ والله بس شوف لنا ماكو قوزي بيتزا شاورما تنزل الوزن. هو انا ادور على ذني بس ماكو. هسه خلينا نشتري من هالشاي والقهوه ونستخدمهن، والله كريم. هولك ابو ثربه، شو ما مبين عليك منزل وزن؟ نزل كابتن هسه وزن وشوف. شنو هاي ميزانك يقرا غلط؟ ولك التزمت بالدايت اللي انطيتك اياه لو لا؟ ها؟ قاسم هسه يعني ضروري تشد كاميرات بالبيت. ابو حمودي هاي الفقره كانت موجوده بالعقد وانت وافقت عليه. ايه ادري، بس خلي احنا نظل جوا ونشد الكاميرات بغرفته بالطابق الثاني وخلي هو يظل هناك. الطابق الثاني ما يفيد لان مرات يطلع عليه تفتيش مفاجئ بالليل واحتمال اسحله واخذه للتمرين. هاي وين رايحين؟ رايحين نتعشى بمطعم، محتاج شيء؟ إيه شو ما تاخذوني وياكم؟ لا ابني انت عندك داي، خير وقت ناخذك. شنو هاي؟ ثلاثة ترسيل اياها بس لهانة وزلاطة وخس، ادري طليخ ومو طلي، حتى الطلي مرات هم ينطونه خبز يابس. ابو ثرب يا ستار منين هذا الصوت؟ شو سد باب الثلاجة؟ هاي شنو؟ اقول لك ولك البيت كله مراقب، لا تحاول تزاغل ترى كشفك وين ما تختل. هسه وقت قاسم دفع اكيد هسه نايم ما يراقبني، فخلي اكل الكيك الضامة جوا المخدة. عوف الكيك من ايدك ابو ثرب. هاي ايش جابك هنا؟ يلا قوم للساحة خلينا نتدرب. تدري ليش بهالليل؟ ايه حتى توب وما تزاغل بعد. يلا تحرك قوم من مكانك. كابتن والله ما بيها حيل، بس سامحني هالمرة والله بعد ما اعيدها. تنطيني وعد ما تعيدها بعد؟ ايه والله وعد بعد ما زاغل ابد. وهسه حان وقت الجد وانتهى وقت اللعب، وهذا حمودي قدامنا اليوم، لو يصيب لو يخيب. بس صدق مو المفروض انا امتحنه بالمدرسة؟ شو جبتون هنا امتحنه شلون يصير؟ حبيبي مزن، مو حمودي يرتاح لهاي الساعة بس وما يقدر يمتحن بغير مكان. ايه هاي هي لعب، ما اريد اكسر بخاطركم. يلا حمودي حياتي جاهز؟ والله يمكن. لعد باشر يا عمري باشر. لا تستسلم ابني حمودي. كمل تلاقين شنو، هذا جدر الباكي حلالك. عافية بثرب، واخيرا دبرتها. قاسم دفة انت بالذات ما اريد اشوفك بعد، عيشتني برعب طول هالفترة، والله اذا شفتك قدام بيتنا الا بشخك وفلش زيارتك. ها راح ارجع اسمع بالزايد على عنادك. يعود اسمن ومن يرسمك بالرياضة السنة الجاية تعالي، الا فصل لابشين من جلدك.